إكسترا نيوز. من العروض المميزة في دورة هذا العام من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عرض نوستالجيا، وهو عرض جزائري من إخراج الدكتور الأخضر المنصوري، ويشرفنا ويسعدنا أن نستضيفه في هذا اللقاء. أهلا بك يا دكتور. أهلا بكم. ألف مبروك. أولا العرض حصل على جائزة أفضل ممثلة. أيوة أسماء شيخ، فألف مبروك. أيوة ألف مبروك، وشكرا لمصر، شكرا للقاهرة، شكرا للمسرح التجريبي، شكرا لقناة إكسترا نيوز على مرافقتها لنا في هذا الحفل البهيج الذي حضرناه رغم الأحزان، يعني رغم طبعا أننا فقدنا أحد أهم الفنانين التوانسة. كل الرحمة لروحه الطاهرة ولعائلته وكل العائلة التونسية وكل الفنانين العرب. والصحيح يعني عشنا لحظة حزن، رغم طبعا ذلك طبعا نحن نحتفل بالمسرح في القاهرة. طبعا والمهرجان طبعا قدم لفتة أكيد إنسانية جميلة جدا بالوقوف دقيقة حدادا على روحه في بداية الحفل. هرجع مرة تانية لعرض نوستالجيا يا دكتور، واحنا في مهرجان المسرح التجريبي وبنقول دايما التجريب هو التمرد. أيوة. والجرأة في الطرح وفي التناول والخروج بره الصندوق. ايه الجديد وايه المختلف وايه التجريبي في عرض نوستالجيا؟ هو اولا عرض مسرحية نوستالجيا هو نص للكاتب الفرنكو روماني ماتي فيزنياك، ترجمة عبد المجيد الهواس. هو محاولة لإعادة النظر في علاقاتنا الإنسانية، في إعادة النظر في علاقتنا بالموت، على المستوى التشكيل، على مستوى السينوغرافي، على مستوى فيه تجريب. يعني العمل صار له سنة اشتغال مع فريق العمل. احنا فرقة حرة، فرقة مسرح النقطة، تعاونية مسرح النقطة، هي فرقة حرة في الجزائر. فرقة حرة بمعنى أنها يعني قطاع خاص زي ما بنسميها، يعني ما مستقل، يعني مستقل. هو مسرح مستقل. ويعني فيه مساهمات من الدولة، ولكن نحن نعتمد على أنفسنا، نعتمد على رؤانا، نعتمد على تحقيق أحلامنا من خلال المسرح. يعني ولما قدمنا إلى المهرجان التجريبي قوبل هذا العرض وسعدنا بذلك، وحضورنا يعني حضورنا في المهرجان التجريبي، لأن الجزائر غائبة منذ أكثر من 25 سنة في المسابقة الرسمية. يعني وهذا أصلا هو الجائزة الكبرى لنا. سعداء بذلك، سعداء بهذه التجربة، لأنها تجربة شابة أولا، تعتمد ميكانيزمات أكاديمية، وكذلك تعتمد رؤية تطرح إشكالية إنسانية وعلاقة الموت بالحياة، المرأة بالرجل، الحب. هذا الموت الذي يحاصرنا من كل حدب وصوب، يعني هو موجود بيننا الآن. يعني كمان الفكرة لازم تكون الفكرة جريئة. فلسفية. فكرة فلسفية وجريئة، وتقدم وتقدم بطرح مختلف، صح. وتقدم طرحا مختلفا. ايه التحديات يا دكتور اللي بتواجه المسرح التجريبي بشكل عام؟ التحديات اولا المسرح التجريبي يلزم له حرية أكثر. حرية أكثر في الطرح، جرأة، تكسير كل الطابوهات المعروفة في الوطن العربي بالخصوص. يعني لأن مسرحنا الآن يعاني من غياب الإنسان وغياب الفكر. يعني أنا من خلالكم، من خلال قناة إكسترا نيوز، يعني أرسل رسالة حب إلى كل المسرحيين العرب، أن المسرح هو الذي يجمعنا، هو الذي يؤلف بين قلوبنا. حينما نحب المسرح يعني بالضرورة سيكون مسرحا جميلا. عظيم. قول لي تعليقك ايه على التجمع الكبير من الجنسيات المختلفة في هذا المهرجان؟ اكيد كمخرج كان ليك نظرة مختلفة عن اي حد تاني، واستفدت من هذه التجارب المتنوعة. صحيح. يعني انا هذه ثاني مرة نجي المهرجان القاهرة التجريبي. هذا المرة يعني جيت كمخرج، المرات السابقة جيت كباحث ويعني ناقد، وهذه المرة جئت بسلاحي اللي هو المسرح. يعني تطبيقيا جئت إلى القاهرة وأنا محمل بكل الحب، لأن القاهرة هي عاصمة الثقافة والفكر في العالم العربي بكل صراحة. يعني ودعوة
دعوة مهرجان القاهرة التجريبي تزيدنا فخرا، يعني من خلال العروض التي قدمت خلال أيام المهرجان، يعني عروض جد ممتازة يعني على كل المستويات، يعني العروض العربية، العروض المصرية، وحتى العروض الأوروبية. يعني نتعلم كل يوم أشياء جديدة، نتحاور، نتبادل، نشترك في الأفكار، نحاول أن نمد جسور صداقة ومحبة مع كل الأشقاء العرب وكذلك مع الغربيين، وبالخصوص مع أشقائنا المصريين. أنا عايز بقى أستغل أنه حضرتك باحث وناقد إلى جانب كونك مخرج، وبالتأكيد كانت لك نظرة مختلفة للعرض الافتتاحي اللي قام ببطولته الفنان الكبير محمود حميدة. واحنا طبعا في نظريه قديمه في المسرح اللي هي كسر الحائط الرابع، فهو يعني ورانا كواليس اعداد العرض اثناء ادائه على خشبه المسرح. شفته ازاي؟ ايه تقييمك ليه؟ هو هذا العرض بصراحه يعني حنكون انا صريح، عرض جميل جدا يعني ويليق بمقام هذا المهرجان. الفنان حميدة من الفنانين اللي نحبهم في الجزائر، وعنده متابعين كتار في الجزائر، وحتى الثقافة المصرية عندها متابعين كتار في الجزائر. بالنسبة للعرض الاختتام كان عرضا جميلا، يعني وين فيه جرأة على مستوى التشكيل، على مستوى تكسير الجدار الرابع، وحتى على مستوى الجماليات. يعني عرض جميل وقصير، وهذه هي جماليته، انه بالفرنسي نقولوا كوندونسي، يعني مكثف جدا. يعني هذا سبيكتاكل مكثف، وخلانا نعيشوا اشياء جميله، نفرح، وهذا هو رساله المسرح. وحتى مراحل التفكير في كل يعني جزئيه في العرض، جزئيات ومفردات العرض، يعني كشف كواليس التفكير. ايوه وهذه هي شكل من اشكال التجريب المسرحي. وشكرا للقاهره، شكرا للقاهره. الفنان الكبير المخرج الدكتور الأخضر المنصوري، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا، والف مبروك مره ثانيه الجائزه التي حصل عليها العرض من خلال جائزه افضل ممثل. الله يحفظكم. ويعني احنا من خلالكم نهدي هذه الجائزه الى كل الفنانين الجزائريين اللي توفوا في كورونا، واللي توفوا في مرحله الارهاب بالجزائر طبعا. واحنا هدينا هذا العرض الى احد الفنانين مؤسسي مسرح النقطه، وهو الفنان الراحل محمد مصطفى. شكرا جزيلا لك الدكتور الأخضر المنصوري، شكرا جزيلا، ألف شكرا.